الثريا هيا وندرك العلي سويا علمت أحلامنا نجم الثريا هيا وندرك العلي سويا همة تعد ولا يعد عليها كيف لا والمجد يا مجد إليها همة تعد ولا يعد عليها كيف لا والمجد يا مجد إليها هيا للعزم نعيد اليوم مجدا إن أردنا الهوى والجهل حدا هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا إن أردنا للهوى والجهل حدا إن أردنا للهوى والجهل حدا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا سرنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علمت أحلامنا نجم الثريا هيا وندرك العلي سويا علمت أحلامنا نجم الثريا هيا وندرك العلي سويا أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح إننا جئنا بأحلام تسامى بسماء المجد والحلم تنامى إننا جئنا بأحلام تسامى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي. نبدأ معكم إن شاء الله تدريب موهبة للحصة الخامسة إن شاء الله. طيب هنبدأ النهاردة بمراجعة سريعة كده على الأجزاء أو المهارات العددية اللي إحنا خدناها في الحصص اللي فاتت. طبعا بنرحب بأستاذ أحمد عليان معانا، وبنفتح كده مايكات كل طلابنا، كله يفتح المايك معايا، واللي عايز يشارك بيرفع يده زي ما إحنا اتعلمنا في الحصص اللي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا فواز؟ كيفك يا محمد؟ افتح كده، كله يفتح المايك يا أبطال، واللي عايز يشارك بيرفع يده. إن إحنا عددنا ما كتير، فإن شاء الله نتواصل مع الكل. كله يفتح المايك كده ويستعد. أول مهارة هنراجع على المهارات العددية اللي خدناها في الحصص اللي فاتت، وهنشوف إحنا بنعرف نوظف المهارات اللي إحنا درسناها في حل المسائل زي دي. هي الفكرة ازاي ان انا استفيد من المهارات العددية اللي انا درستها في الحصص السابقة في حل المسائل دي بطريقة سريعة ومبسطة. فاول واحدة عايز اضرب 64 في 125 واشوف كده مين فيكم هيعرف يحلها معايا بطرق من الطرق اللي انا شرحتها في الحصص السابقة. يلا اللي عايز يرفع ايده. اتفضل يا محمد. السلام عليكم أستاذ. ورحمة الله وبركاته. كيفك يا بطل؟ طيب الحمد لله. كويس ان انت بتقطع اجازتك كده عشان تشارك معانا حبيبي يا محمد. اتفضل. نحلل 64 لا تصير 8 ضرب 8. يا ولد ما شاء الله، هو ده بقى الطالب اللي استفاد من الحصص اللي فاتت. يبقى هيحلل 64 ل 8 ضرب 8. طب ليه 8 ضرب 8 يا محمد؟ يستفيد ايه لأنه إذا ضربنا 8 ب125 بيعطينا 1000 ويسهل علينا الطريقة الضرب. يبقى احسنت حبيبي يا محمد، هو ده اللي انا عايزه. طلابي المميزين استفاد بالمهارات اللي انا شرحتها في الحصص اللي فاتت. هو عارف ان 8 ضرب 125 بكام يا بطل؟ سمعهم. 1000. 1000. احسنت يا جميل. يبقى هنا 1000. 1000 هضربها في الثمانية اللي في الاول، يبقى 8 ضرب 1000 بيعطينا بكام؟ 8000. احسنت ما شاء الله عليك، والله تستاهل نجوم كتيره. ما شاء الله عليك يا محمد، بطل 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 بطل. هو ده بقى ازاي اوظف المهاره العدديه اللي انا درستها عشان احس ان انا موهوب ومميز عن اي طالب عادي. الطالب العادي عشان يضرب 64 في 125 احطهم تحت بعض ويقعد يضرب 4 في 5 و4 في 2 و4 في 1 وبعد كده يحط 0 و6 في 5 ويقعد فيها ساعه. الطالب المميز زي ما انا قلت له قبل كده كذا مره، عينيه بتسبق ايديه. عينيا هي اللي بتشتغل يا ابطال، عينيا هي اللي بتشتغل. انا هنا شايف ال 64 اقدر احللها زي ما البطل بتاعنا محمد حللها 8 في 8. خد ال 8 ضربها في 125 صارت 1000. 1000 ضرب 8 ب 8000، فبالتالي بسرعه جدا حلها بطريقه جميله ومميزه. احسنت يا محمد. نشوف المساله الثانيه. 707 ضرب 40. طبعا واحد يقول لي مساله كبيره اعملها ازاي بمخي؟ انا علمتك طرق، انا اديت طرق في الحصص اللي فاتت، واللي ما تابع معانا الحصص اللي فاتت ممكن يتابعها على المكتبه الرقميه على المقياس. هيخش على المكتبه الرقميه على المقياس في الماده الحره، هيلاقي الشرح بتاع المسائل دي محلوله زي حصه النهارده انا بسجلها وبرسلها لكم برضو على جروب الفصل وعلى المكتبه الرقميه بالمقياس، وهتلاقوها على قناتي برضو على اليوتيوب. تمام.
يلا السؤال اللي بعده 707 ضرب 40. عايزين نشوف حد تاني غير محمد اللي عايز أستاذ أقدر يجاوب. أحلها؟ اتفضل يا عمار، كيفك يا بطل؟ ها اتفضل. أستاذ الحمد لله. حبيبي يا أستاذ عمار. أول شيء نجي ننزل الصفر نبعدها ها يعني اللي عند 40. جميل، وبعدين؟ بعدين نضرب 4 في 7 28. جميل. ها بعدين نحط 28 بجنبها مرة ثانية. ليه مش فاهمها انا؟ صح، انت بتقول حاجه مميزه. يعني انت عايز تقول ان الاجابه هنعملها تحت كده، الاجابه 28 ونزيدها صفر، مش انت قصدك كده الاجابه بتاعتك؟ أيوه. ما شاء الله عليك والله يا عمار، ممتاز. وده ثمره من ثمار التعلم، المهارات الجميله اللي احنا شرحناها. شوف عمار عمل المساله بسرعه. 707 ضرب 40 ازاي؟ كتب الاجابه 28 وزاد صفر في لحظه. هو ده اللي انا عايزك تتعلمه، ازاي استفيد من المهارات العدديه بسهوله وبيسر. طيب في كتير من اللي حاضرين معانا مثلا او اللي هيسمعونا في الفيديو مش فاهمين انت عملت ايه، انت جبت منين الارقام دي؟ ليه 28 دبلتها؟ فهمهم كده يا عمار. ايه أستاذ أقول؟ المهاره اللي انت استخدمتها يا عمار؟ أستاذ مهارة 101. ايوه، خدنا مهاره 101 ضرب عدد مكون من رقمين زي ال 28. بتصير ايه؟ 28 28. احسنت، بدبل الرقم. طيب فين ال 101 هنا يا عمار؟ انا مش فاهم برضو. ال 707 جبت منين انت منها 101؟ أستاذ نجي أستاذ نقسم 7 على 101 يساوي لك. ايوه نقسم يعني أقصد احسنت. يعني انت عايز تقول 707 على 7 يعني يساوي انت لك عايز تقول 101. ان ال 100 ال 707 عباره عن 101 ضرب 7، مش انت قصدك تقول كده؟ يبقى هي أيوه. 101 ضرب 7 ب 707. طيب هيضربها في 4 اهو، ويسيب ال10 حق ال40 في الاخر. يبقى انا حللت مسالتي. هعيد ترتيبها كده بالطريقه الجميله دي. هعيد ترتيب مسالتي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هتبقى 101 في 7 ب 707، و4 في 10 ب 40. بالنظر انا بشرح لك اللي انت هتعمله بعينيك من غير ما تكتب زي ما عمار الجميل قالها بسرعه. طيب هضرب 4 في 7 ب 28، هتصير زي المساله اللي فوق. 28 ضرب 101 هتديني الاجابه دي. اجي اضربها في 10 ازود الصفر، يبقى هي دي الاجابه النهائيه اللي انتوا شايفينها، اللي انا هقراها 28280. احسنت يا عمار، ممتاز. طبعا اللي بيحل بالنظر ما بيكتبش اي خطوه من الخطوات اللي انا كتبتها، هو عينيه شغاله زي ما انا علمتكم، وعيني بتسبق ايديا. هو اعيد تاني للي دخل متاخر، واعيد تاني للي بيسمع معانا الفيديو. طيب هنا عمار حلل ال 707 الى 101 ضرب 7، وال 40 هو عارف ان 4 ضرب 10 بعينيه على طول، ضرب 4 في 7 ب 28. طيب وانا اتعلمت في مهاره من المهارات السابقه المهمه جدا، ازاي اضرب في 101 في 28؟ بدبل ال 28. يبقى من اول 101 في 7 في 4 هي دي حلتها اللي فوق، هضربها في 10 زود الصفر، اذا الاجابه النهائيه 28280. احسنت يا عمار، وشكرا ليك لحسن التصرف وحسن استخدام المهارات العدديه اللي احنا درسناها. شكرا يا حبايبي. واللي دخلت مع او لو البنات معانا عايزين يشاركوا ممكن يشاركوا معانا في الشات زي ما احنا اتعلمنا. هناخد المثال اللي بعده. المثال اللي بعده سريعا برضو هنتعلم المهارات اللي احنا استفدناها بسرعه جدا. عايز اضرب 85 في 85، اللي احنا هيجي في وقت من الاوقات اللي سامعيني هنتعلم 85 مرتين معناها 85 تربيع او اس 2. يبقى اس 2 ده درس هاخده بعد كده في، او انتوا بتاخدوه، وهنستمر معانا في المتوسط، وهنستمر معانا في نظريه فيثاغورس في الهندسه في ثانيه متوسط. كل ده استفيد منه. جالي مساله زي كده قال لي 85 تربيع، ما هي معناها 85 ضرب 85، معناها ان انا كررت الرقم ده، قررت ضرب الرقم ده، اسمه درس الضرب المتكرر. يبقى ال 85 تربيع هي 85 في 85. عايز بطل من الابطال المميزين هيقول لي المهاره اللي انا عايز استخدمها في حل المساله دي. مين معايا يا ابطال؟ يامن يرفع يده، اتفضل يا يامن. الو السلام يا استاذ.
السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا يامن، ازاي اضرب 85 في 85 باستخدام مهارة من المهارات اللي انا درستها لكم في الحصص السابقة؟ يا أستاذ الضرب في 2. لا يا بطل، لا. فاكر انا قلت في مهارة ما بضرب عدد كده الاثنين الآحاد مجموعهم 10 والعشرات مكررة، ليها طريقة في الضرب شرحتها في الحصص اللي فاتت. يا ريت تتابعوا، اللي ما بيحضرش الحصص حتى يتابع الفيديوهات، هيتعلم افكار ومهارات جميلة وسريعة هتعجبكم ان شاء الله. اللي يعرف يرفع يده. اللي يعرف يا ابطال يرفع يده، والمايك مفتوح لكل الولاد. يا ريت كله يشارك معانا، والبنات اللي عايزه تشارك ممكن تكتب في الشات. اتفضل يا بطل. مين هيشارك؟ براء، تعرف يا براء؟ فواز، عبد الرحمن اللي يقدر يشارك. نسينا يا ابطال، نسينا يا ابطال. طيب افكركم، انا قلت في حصه من الحصص السابقه، انا حاولت افتح لكم المايكات كل اللي انا عمار وعبد الرحمن محمد نايف، المايك مفتوح للكل، وفيصل وعبد السلام الرحمن. عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. فاكر يا محمد الطريقه؟ السلام يا عليكم. بطل. السلام عليكم. سلام الو، ورحمه الله وبركاته. يا بطل، فاكر الطريقه؟ هية مسألة يا أستاذ. هي 85 تربيع، معناها 85 ضرب 85. تعرف تضربها بالنظر؟ أيوة يا أستاذ. قول لي، فكرني. قلنا يا أستاذ إذا كان مجموعهم الآحاد 10، الآحاد مجموعهم 10 والأرقام والعشرات زي ما هو. والعشرات متكررة. أضربهم إزاي؟ بضرب الآحاد في الآحاد يبقوا كام؟ 5 ب5 25. أحسنت. وبعدين أضرب 5 وبعد 25. نحطها. نعمل وبعدين نخلي. هذا نضرب 8 ب8. لا، قلنا بنزود واحد على واحد من العشرات، يبقى هنا يصير ونضرب 9 في 8 بكام؟ 9 ب8 72. بس كده، يبقى هي دي الإجابة 72. حتى مش مصدقني، معاك آلتك الحاسبة واعملها. هيبقى 85 ضرب 85، بضرب 5 في 5 ب 25، وأزيد الثمانية واحد تصير 9، أضرب 9 في 8 ب 72، يبقى الإجابة 7225. ودي من المهارات اللي هتفيدني كتير في حياتي بعد كده في الدروس القادمة. زي لو أنا جيت قلت لك مثلا 25 تربيع، 25 تربيع معناها 25 ضرب 25. خلاص. انا عايز اكتب اهو 25 ضرب 25، واعملها بنفس الطريقه اللي البطل محمد قالها لنا، اللي بيشارك معانا مشاركه جيده. باقي الطلاب عايزهم كلهم يشاركوا معانا، عايز كله يشارك، كله يسمع، كله يتعلم. استفيد يا بطل معايا. طيب هنعمل ايه يا محمد؟ هنضرب 5 في 5 بكام؟ 5 ب5 25. 25، ونزيد واحدة من ونزيد على العشرات واحد. يبقى دي 8 تصير 9. 2. نضرب مع بعض. 3 ضرب 2 بكام؟ ب6. يبقى أنا كده اتعلمت حاجة هتفيدني في دروسي اللي هي بقيت أنا سابق زمايلي، هو لسه مش عارف 25 ب 25 بكام. أنا أعملها بعيني على طول بمجرد النظر. وهي دي ميزة المشاركة في تدريب موهبة، إن أنا أحس إن أنا طالب مميز عن ربنا فضلني بالعلم عن بقية زمايلي. هو ده اللي أنا عايزه، إن أنا أحس إن أنا مميز. ده اللي يهمني وده اللي عايزكم تتعلموه. أستاذ عندي سؤال. 64 ضرب 66، عايز طالب مميز يقول لي. أستاذ أنا عارف كيف. طب أستاذ أنا اتفضل. 4 ضرب 6 تساوي 24. أحسنت. نزود الواحد على 6 تطلع 7. 7 ضرب 6 تساوي 42. ما شاء الله عليك، ممتاز. هي دي الإجابة فعلا، هي نفس المهارة دي. هي دي هنا الآحاد مجموعهم 10 والعشرات متكرر، فأقدر أضرب إزاي؟ بضرب الآحاد في الآحاد. 4 في 6 ب 24، زي ما ضربنا هنا 5 في 5 ب 25.
وبرضو هنا بزيد الستة واحد تبقى 7، اضرب 7 في 6 ب 42. يبقى دي طريقة. في طالب كمان يقول لي طريقة تانية ممكن اعملها بطريقة، يبقى انا بص بالنظر عملتها على طول. في طريقة تانية برضو ممكن استفيد منها واستغل المهارات اللي انا درستها في الحصص اللي فاتت. ها مين يقدر يقول لي؟ ها يا ابطال. ها طيب ممكن برضو استفيد، انا افكركم ان انا ممكن احول ال 66 دي ل 6 في 11 في 6 في 11، وانا اتعلمت ازاي اضرب 64 في 11 في حصه من الحصص السابقه. برضو اقدر ان انا استفيد منها واحل بيها الطريقه دي. برضو فكر فيها وممكن ترسلها لي في على الخاص. طيب عشان كده استفدنا كتير بالمهارات اللي احنا درسناها. يبقى احنا اتعلمنا زي ما انا قلت دلوقتي ازاي اضرب عدد مكون من رقمين في عدد مكون من رقمين، شرط ان يكون الاحاد مجموعهم 10 وهنا العشرات متكرره، بضرب الاحاد في الاحاد وازيد هنا 1 وبعدين اضرب 6 في 7 ب 42. يبقى دي طريقه سريعه ومميزه منكم، وهو ده اللي انا عايزه. مش هقعد ادرس مهارات وانا ما بستفدش منها، انا عايز ادرس مهارات واوظف المهارات في الحل. يبقى هي دي الفكره، ان انا عايز اوظف المهارات اللي بدرسها في حل المسائل. فهمتوا يا ابطال؟ طيب يا ريت بس كل ابطالنا يشاركوا معانا. طيب المهاره اللي جايه عندي او الجزء اللي جاي اللي هنشرحه برضو حاجه شرحناها الحصه اللي فاتت، بديكوا عليها تمرين سريع. انا عايز اعرف عدد المثلثات اللي هنا، كنت شرحتها الحصه اللي فاتت، زودت عليكم واحده منها وعايز اشوفكم كده فاكرينها ولا لا. ها يلا يا ابطال، ها مين هيعرف يحلها معايا؟ البراء اهو رفع يده، ها والحسن. ها عايزين كله يشارك معانا. ها السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. يلا يا براء حل معايا. ها أرقم المثلثات. رقم المثلثات، احسن. هو ده بقى الطالب المميز اللي بيتابع معانا. ها رقم ده 1 2 3 جميل 4 ها 5 وسوي ده على بعض ويطلع الناتج. كام الناتج؟ تعرف تجمعهم لي كده بالنظر؟ 1 زائد 2 3 3 زائد 3 6 6 زائد 4 10 و 10 زائد 5 يساوي 15. احسنت يا جميل. يبقى الاجابه المميزه هي اجابه 15. 1 و4 5 و2 و3 5، بقى معايا 3 خمسات ب 15 على طول. احسنت يا جميل، وهو ده اجابه مميزه. ودي الطريقه السريعه اللي احنا علمناها لكم الحصه اللي فاتت، وهو ده اللي انا عايزه. عايزك تستفيد من المهارات، ما تنساش دايما راجع ازاي اجيب عدد المثلثات. برقم المثلثات، ده رقم 1 2 3 4 5، اجمع الارقام اللي انا كتبتها هتديني مجموع المثلثات. نفس الطريقه هعملها مع عدد الزوايا. لو انا جيت سالت كده قلت لك هنا عدد الزوايا في الشكل، يا حسن. مع حسن المايك مفتوح، اتفضل. رقم هذا من 1 ل 4 من 1 ل 3. اتفضل يا بطل. ها 1 و2 3. ايوه ارقم الاول زي ما هم بيقولوا كده. احسنتوا. نفس الطريقه هنا رقم ده 1، هنا الزاويه رقم 2، الزاويه رقم كام؟ 3 فوق كمان يسار اجمعهم يطلعوا كام زاويه؟ 6. يبقى انا عندي في الشكل ده 6 زوايا. في الشكل هنا في 6 زوايا. لاحظ كده هم حتى باينين. ادي الزاويه رقم 1، بعد كده هنا الزاويه رقم 2، الزاويه رقم 3 الصغار، بعدين هاخد 2 مع بعض، كل 2 لحالهم هاخد كده زاويتين زاويتين زي ما انتوا هتشوفوا كده اهو. هاخد الزاويتين دول كده زاويه واحده، واخد الزاويتين دول مع بعض زاويه كمان، يبقى كده 5. وبعدين الكبيره لو انا خدت من فوق لتحت كده الكبيره مع بعض زاويه، بقى 6 زوايا. يبقى زي ما انتم شايفين 3 زوايا الزرق والاسود ده 3 كمان، يبقى انا عندي 6 زوايا موجودين في الشكل. القاعده اللي انا بستخدمها في المثلثات هي نفس القاعده اللي انا بستخدمها في حساب الزوايا، ودي من الحاجات المهمه اللي عايزين ما ننساهاش ودايما اراجع عليها. سؤال جميل. شوف بقى حد من ابطالنا يقراه. سليمان سرايس، اتفضل يا سليمان اقرا.
سؤال جميل بقى. عايزك. السلام عليكم يا أستاذ. السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا بطل؟ الحمد لله. معلش بقى قاطعين عليكم الأجازة عشان تتدربوا، بس أنا عارف إن أنتوا طلاب مميزين فعايزكم إنكم تشاركوا معايا. يلا اقرأ يا سليمان كده. ها. طيب، إذا كان ترتيب خالد الواقف في صف من اليمين السابع ومن اليسار 13، كم عدد الواقفين في الصف؟ كام انت تخيل؟ هو دلوقتي في صف واقف فيه خالد، تمام؟ فلو انا عديت بدأت اعد من اليمين هقول 1 2 3 هلاقي خالد واقف في رقم 7. لو بدأت اعد من اليسار هلاقي خالد واقف في رقم 13. طيب يبقى الصف ده في كام واحد واقف فيه؟ ها؟ ما شاء الله ما شاء الله الإجابات. يامن كتب الإجابة صحيح. رنيم كتب الإجابة السؤال 19. ليه؟ طب اشرح لنا. أول شيء زدنا عبد الرحمن 7 بص عبد على الرحمن 13. اتفضل قول. ها. أول شيء يقول لك إذا كان ترتيب خالد من اليمين السابع ومن اليسار 13. أول شيء نجيب السابع يعني الرقم 7، ومن اليسار 13 يعني 7 أزودها على 13. طيب انا لما ازود 7 على 13 هيصير 20. حتى عبد الرحمن كاتب 20. ايه رأيك؟ أيوة 20 يا أستاذ، أنا اتلخبطت. انت اللي اتلخبطت. طيب نشوف كده رأي عبد الرحمن. افتح المايك يا عبد الرحمن. ورنيم مصممة على 19 ويامن برضه مصمم على 19. يا عبد الرحمن افتح المايك. ايوه المايك يا عبد الرحمن. ايوه. اتفضل. ليه 20 يا عبد الرحمن؟ 20 عشان جمعت 7 زائد 13. طيب يامن بيقول 19. ليه يامن 19؟ أستاذ لأنه هو السابع، يعني قدامه 6 وراه 13. ايوه احسنت، يعني هو قبليه 6. طيب وبعدين لو انا عديت من اليسار وهو رقم 13 هيبقى قبليه كام؟ 12. 12 و6 صاروا كام؟ 18. وهو اتكرر مرتين في العد، وانت بتعد من السابع هيبقى هو رقم 7. طب ما انت بتعد من اليسار هيبقى هو رقم 13. فانت كده حسبت. هذا المفروض ما نكرر، المفروض مرة واحدة. ايوه يبقى هي دي الفكره، ان انا حسبته مرتين. عشان كده ال 20 اللي هي 7 زائد 13 نقص منها 1 هيطلع اجابته فعلا الحقيقيه اللي هي 19. عيدها تاني عشان تفهموها. عيد تاني الفكره، عيد تاني فكرتها. انا عديت من اليمين لقيته هو هنا رقم 7، معنى كده ان قبليه 6، في قبليه 6 افراد وهو السابع. خلاص كده. طيب اما اجي اعد من اليسار هوصل لحد عنده هيبقى هو رقم 13. طيب طب ما 13 قبليها كام؟ 12. يبقى هما هنا قابلين من الناحيه دي قبليه 12 ومن الناحيه دي قبليه 6، يبقى 6 و12 18 وهو اللي اتكرر مرتين رقم 7 13 يبقى 19. تاني لاحظوا ان انت بتيجي تعد 1 2 3 لحد ما اوصل للسابع يبقى كان قبليه 6 افراد. طيب في نفس الشخص واقف عدوا من اليسار لقاه هو رقم 13، ما هو نفس الشخص، اذا قبليه 12 و6 18 وهو اتكرر مرتين اللي هو ما عديت من اليمين 7 عديت من اليسار 13، اذا هو كده 18 زائد 1 19. تمام يا ابطال؟ بيتهيألي سؤال جميل واحب كده ان انتوا تفكروا قبل ما تجاوبوا. يلا السؤال اللي بعده بقى حد يقراه لنا كده. مين بطل يحب يقراه؟ حسن افتح المايك. سليمان ربيع حاول تشارك حبايبي. ابطالنا. عايز كده كله يشارك معايا. سليمان. أستاذ عادي أقول. اقرا يا يام اتفضل. اقرا السؤال الاول. طريق طوله 12 كيلومتر، ووضعنا أعمدة إنارة من بدايته حتى نهايته، وكانت المسافة بين كل عمودين نصف كيلومتر، فإن عدد الأعمدة يساوي. ايوه كام عدد الأعمدة؟ 25 يا أستاذ.
ليه طيب؟ ليه؟ ده هم 12 وال 12 كيلو متر في كل، هو بيقول لك كل نص كيلو متر، معنى كده ان انا هقسم ال 12 كل كيلو اقسمه على 2 يبقى 12 في 2 ب 24. ليه انت خليتهم 25؟ مش فاهم. أستاذ عشان قال من بدايته. ايوه برضه مش فاهم، اشرح لي. يعني أول شيء أول إنارة هو من البداية، بعدين يبدأ نص كيلومتر ونص كيلومتر ونص كيلومتر ونهاية كمان، يعني 25. طيب نحاول نبسطها لزمايلك، ايه رأيك؟ نحاول كده نبسطها طيب لزمايلك وانت ممتاز. نشوف كده، لو انا عندي العمود الاول اهو والعمود الثاني كده بينهم نص متر، نص او نص كيلو متر، النص كيلو متر فيه 2. طيب لو خدنا نص كيلو متر تاني بقى الكيلو فيه 3. طيب نحط واحد كمان، واحد بقى ال2 كيلو. ها، ال2 كيلو فيهم كام؟ فيهم 4 مسافات 5. ولكن 5 أعمدة. يبقى أنا عندي ال 12 كيلو متر هقسمهم لأنصاف، هيبقى عندي 24 مسافة. 24 إيه؟ مسافة. مسافة. لو أنا استخدمت القاعدة اللي فوق هلاقي إن دايما عدد الأعمدة بيزيد عن عدد المسافات بواحد. يعني بص، المسافتين، المسافة فيها عمودين. طيب لو أنا جبت مسافتين يبقى فيها 3. طب لو جبت 3 مسافات يبقى فيها 4. لو جبت 5 مسافات هيبقى فيها 6 وهكذا. يبقى أنا دلوقتي عندي 24 مسافة، أروح مزيد عليهم واحد على طول، هيطلع لي 25 عمود كما البطل قال، لأن أنت بتحسبش العمود الأول. فهمتوها يا أبطال؟ ها تمام كده يا سليمان؟ أنا قلت صح؟ ها يا أبطالنا؟ ها اللي بيشاركوا معانا؟ ها فواز فهمتها؟ أيوة فاهمها. طيب لو أنا عندي 12 مسافة يبقى في بينهم كام عمود؟ 25. 12 مسافة، مش 12 كيلو متر. 12 مسافة يبقى فيهم 13 عمود. فهمت؟ 10 مسافات يبقى فيهم 11 على طول، بزود واحد على طول. يبقى عدد الأعمدة بيزيد دايما على عدد المسافات بواحد. تمام يا أبطال؟ زي ما شرحتها لكم في الجزء اللي في الخلف. تمام يا أبطالنا كده؟ طيب يا ريت كل أبطالنا النهارده يكونوا استفادوا بالحصة، ويا ريت اللي بيخش متأخر على الحصة يدخل بدري. اللي ما لحق معايا الحصة إن شاء الله أنا بسجل الحصة وبنرسلها على المكتبة الرقمية في المقياس، وبرضه في نفس الوقت بسجلها وابعتها لكم على قناتي على اليوتيوب. ممكن تخش عليهم وهتتابع، هتلاقي الحصص السابقة والحصة اللي احنا فيها الآن ممكن تتابعوها. يا ريت نحاول نتدرب في البيت على المهارات العددية اللي درسناها ونستفيد منها. بشكر محمد وفواز ويامن وسليمان وكل اللي شاركوا معايا النهارده. كنت اتمنى ان كلكم تشاركوا معايا، ورنيم طبعا كان بيشارك معانا على الشات ممتازه. اتمنى، عمار بيقول لي عندي سؤال، اتمنى كل اللي بيخش معايا يبقى في جراءه ويشارك. ما تخاف، حل غلط، انا نفسي بغلط، ايه المشكله؟ ما انا هغلط، انت قول لي لا يا استاذ انت غلطت صلح، اتعلم. انما حاول، اما اقول لك افتح المايك افتح المايك. ما في حد يخشى شيء. واشكركم والقاكم ان شاء الله في الحصه القادمه الخميس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لان وقت البرنامج هيغلق. وسعدت بكم والقاكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. مع السلامة يا أستاذ. السلام ورحمة الله.